عمرك سألت نفسك ليه بتعمل إعلان والنتيجة كانت صفر؟ ليه غيرك بينجح أونلاين وأنت مش لاقي نتيجة رغم إنك تعبت؟ أنا هنا مش جاي أقول لك إزاي تعمل إعلان قوي، أنا جاي أقول لك إن الإعلان مش هو الحل، وإنه الإعلان هو مجرد ورقة في فرع من شجرة، والشجرة من غير جذور حقيقية هتموت ومش هتنتج. أنا خالد النجار، فانل بيلدر ومختص تسويق متكامل، واللي هنقوله النهارده هو أول خطوة حقيقية لرسم صورة كلية للتسويق الاحترافي. الناس فاكرة إنه التسويق هو بوست حلو وإعلان ممول أو حتى منتج رخيص وسهل يتباع، لكن الحقيقة دي مجرد أدوات مش التسويق. التسويق منظومة، شجرة كاملة، ولما تشتغل على ورقة واحدة من فرع واحد في الشجرة وتسيب باقي الشجرة فالنتيجة متوقعة جدا، مش هتجني ثمار طبعا. علشان كده عايزك تتخيل إنه التسويق شجرة، وكل فرع من فروع الشجرة دي يمثل عنصر استراتيجي مهم جدا من عناصر التسويق. وأهم الفروع دي ال STB segmentation تقسيم السوق، التارجتنج الاستهداف، والبوزيشننج ازاي ترسم صورة ذهنية في عقل العميل. ثم يجي المزيج التسويقي الفور بيس، البرودكت المنتج، والبرايس تسعيره، place and distribution المكان والتوزيع ازاي نوصله، ثم البروموشن الترويج. بعد كده يجي البراندنج والسي ار ام اداره علاقه العملاء، ثم الماركتنج بلاننج الخطه التسويقيه. وكل فرع من الفروع دي فيه اوراق وعناصر جزئيه زي الاعلانات والكوبي رايتنج والكونتنت والايميلات وغيرها. لكن كمان كل ده ملوش قيمه لو ما كانش مربوط بجذر قوي. يعني ايه تسويق فعلا؟ التسويق هو خلق وتوصيل وتبادل قيمة حقيقية بينك وبين جمهورك المستهدف بهدف الربح طبعا. والقيمة دي لازم تحل له مشكلة وتوصل له بطريقة ذكية وتخليه يشعر إنك فاهمه أكتر من نفسه. والكلام ده عشان يحصل بيحصل من خلال خطة تسويقية بتمر بثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي مرحلة الفورميوليشن، واللي فيها بنصيغ الاستراتيجية وبنحط خطة تسويقية بتراعي كل الفروع اللي موجودة في الشجرة. والمرحلة التانية هي مرحلة الإمبلمنتيشن، واللي فيها بنطبق الخطة التسويقية اللي حطيناها. والمرحلة التالتة هي مرحلة الإيفالويشن، واللي فيها بنقيم ونعدل ونحسن في صياغة الفورميوليشن. من غير التلاتة دول أنت شغال بشكل عشوائي مهما كان عندك من منتج ممتاز. أنا قابلت عشرات بل مئات من أصحاب المشاريع ونفس القصة والسيناريو بيتكرر. عامل إعلان ومفيش نتيجة، عامل صفحة ومفيش تفاعل، بيغير في الأسعار لكن برضه الدنيا واقفة. ولما بنراجع ونفكك النظام بنكتشف إنه مفيش فهم للعميل، مفيش رسالة واضحة، مفيش فانل ولا رحلة شراء ولا حتى سبب يخلي العميل ياخد قرار. يعني باختصار مفيش تسويق، في إعلان. لو وصلت لحد هنا فأنا فعلا حابب أشكرك، لأنك عايز تفهم وتنجح وتبني بيزنس حقيقي أونلاين. وده معناه إن الوقت جه علشان نبني الشجرة من الجذور، من الاستراتيجية، من فهم العميل، من الرسالة اللي بنقولها. لو حسيت إنك بتسقي فرع أو ورقة من الشجرة وناسي باقي الشجرة فابدأ صلح دلوقتي. هتلاقيني سايب لك في الديسكريبشن لينك الأداة هتعرفك فين الخلل في السيستم بالظبط، وهتشوف إزاي التسويق ممكن يغير شكل البيزنس بالكامل. أنا خالد النجار، والتسويق مش إعلان، التسويق منظومة بتغير النتائج من الجذور. متنساش لايك وسبسكرايب وفعل الإشعارات. أشوفكم على خير.